طبعا شايفين ان اللاب في كميه تراب كتيره مش قليله، وده بسبب الركنه او مش الركنه، انا بستعمله بس ما فكيتوش قبل كده. انا اول حاجه هعملها بس هطلع الرام دي عشان انظف حتى الاماكن بتاعت الرام عشان يبقى راكب على النظافه، لان التراب برضو بيقلل من الكفاءه بتاعته. زائد خلي بالك المروحه دي بتاعت التبريد انت وبتنظفها من التراب ثبتها ما تخليهاش تلف، لان دي عباره عن موتور ضعيف صغير، لو عمل اوفر سبين او لف زياده عن عدد اللفات بتاعته الاقصى ممكن تتحرق لا قدر الله. فثبتها ونظفها انت ومثبت. الرام هنفكوها ازاي بقى؟ في قطع الحديد دي اللي في الجنب هشدها كده لبره، شد الناحيه الثانيه كده لبره تلاقيها اترفعت كده لفوق، تروح ساحبها. هنضفه بقى من التراب ده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما نضفته من التراب اللي كان فيه. نبدا بقى نركب الرام القديم والرام الجديد قطعتين عشان يبقوا 16 جيجا بدل 8. ارفع كده بس عشان اوريكم. بصوا كده هنا في حته بلاستيك هنا، وهنا في حته مقطوعه في النص، تخليهم قبل بعض. هتركبها بزاويه كده لفوق وتدوس عليها للاخر، تروح منزلها لحد ما تسمع التكه دي يبقى كده ركبت. نركب الرام الثانيه نفس الفكره برضو بزاويه كده، الزاويه الناحيه دي اكبر شويه من الناحيه الثانيه، وتدوس عليها لتحت لحد ما تسمع التكه دي يبقى كده ركبنا قطعتين رام بدل واحده، بقي 16 جيجا بايت رام وهارد اس اس دي للنظام وللبرامج. هنقفل بقى ده كله ونروح بقى للهارد ونركبه في الكادي ونركبه هنا، بس بعد ما نركب الكفر ونربطه بقى.